مرحبا بكم مشاهدينا في قناة دقة المعلومة. حلقتنا اليوم 83 ألف وظيفة بإيطاليا أمام الجزائريين في هذه التخصصات. ولكن قبل البدء في المشاهدة ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. فتحت الحكومة الإيطالية إمكانية التوظيف أمام الجزائريين في إطار مرسوم تدفق العمالة الأجنبية للعام الحالي، والتي خصص لها ما يقارب 83 ألف منصب عمل، وذلك في عدة تخصصات مطلوبة في سوق الشغل بهذا البلد الأوروبي، على أن يشرع في تقديم الطلبات نهاية مارس المقبل. وبالنسبة للجزائريين فإنهم معنيون على وجه الخصوص بالأعمال التابعة أي لدى أرباب العمل غير الموسمية وفق المرسوم، وهو النوع من العقود التي خصص لها 24,105 منصب عمل. وبالنسبة للمهن المطلوبة فقد ذكر المرسوم أنها تخص قطاعات النقل البري والبناء والسياحة والفنادق والميكانيك والاتصالات والأغذية وبناء السفن. أما مواعيد تقديم الطلبات فقد أوضح المرسوم هو متوقع بنهاية مارس المقبل، وتبقى سارية المفعول إلى غاية بلوغ الحصص المعنية أو إلى غاية 31 ديسمبر 2023. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق. المصدر الشروق. شارك هذا الفيديو مع أصدقائك ليصل إلى أكثر عدد من المشاهدين. شكرا لكم لمتابعة هذا الفيديو للأخير، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من أعمالنا.